يحكى أن شخصا ما كان في سفينة غرقت في البحر، مات كل من فيها إلا هو، نجاه الله على لوح من الخشب إلى جزيرة نائية. بعد أن استيقظ وأدرك المصيبة التي هو فيها تمالك نفسه، بحث عن شيء يأكله يشربه، لم يجد إلا جدول من الماء، أخذ يشرب الحمد لله. بعد أن جلس أيام ولا يأكل إلا أوراق الشجر ويشرب الماء، تمكن من خلال أعواد الخشب أن يبني كوخا يحمي نفسه من حر النهار وبرد الليل. بعد أيام تمكن من اصطياد أرنب بري، ففرح فرحا لا مثيل له، وضع الأرنب ليشويه بعد أن تعب تعبا شديدا في إيقاد النار والطرق البدائية اللي بنعرفها إلى آخره. نسي نفسه لوهلة، فالنار حرقت الأرنب، حرقت الخشب حوله، وصلت إلى الكوخ واحترق كل شيء. رجع من شدة الألم والغضب والأسى، وقع على ركبتيه وأخذ يصيح على الله، يقول: يا رب لم تفعل بي هذا؟ يا رب والعياذ بالله، يا رب ماذا فعلت لك حتى تفعل بي هذا؟ يا رب يا رب. أخذ يصيح ويشتم ويتجرأ على الله من شدة غضبه وصراخه وبكائه. انهارت أعصابه، أغمي عليه، وقع على الأرض. المفاجأة بعد فترة الله أعلم كم، يستيقظ وإذ بأحدهم يضرب على كتفه. استيقظ وإذ بمجموعة من البشر وصلوا، نظر وإذ قارب صغير خلفه باخرة كبيرة أو سفينة كبيرة، جاءوا لإنقاذه. من شدة الفرح أغمي عليه مرة أخرى. أخذوه بعد أن أنقذوه وشرب وأكل. أهم سؤال كان في باله: كيف وجدتموني؟ سأل: كيف علمتم أني موجود على هذه الجزيرة؟ قالوا: رأينا دخانا يصعد فعلمنا أن هناك شخصا يستغيث. عنوان القصة: إذا رأيت كوخك يحترق فإياك أن تسيء الظن بالله، فلنثق بالله سبحانه وتعالى فهو الحكيم.